الأصول التاريخية معناتها بدأت الكتابة هنا 3500 قبل الميلاد وما بعدها. قبلها كان كل يعني عناصر الهوية هي فقط الفخار وغيرها من عناصر التاريخ. ننتقل طبعا هو إلى المقدمة. سنجار من مدن، نعرف سنجار من مدن الجزيرة الفراتية، ويقع هذا القضاء بمنطقة جبل سنجار الذي يبلغ ارتفاعه نحو 1400 متر شمالي غربي الموصل في محافظة نينوى في اقليم كردستان العراق. وقد مر على منطقة سنجار مجتمعات وثقافات قديمة وتشهد آثار امبراطوريات عديدة كالآشورية والإخمينية والسلوقية اليونانية، يعني ما نسميها بالهندستية، نعم، والرومانية والفرثية والساسانية والبيزنطية، إضافة إلى العربية والإسلامية على ذلك المرور. نأتي إلى الجغرافيا التاريخية لسنجار. يطابق جبل سنجار، سنأتي إلى النصوص المسمارية وكيف ذكرت سنجار. يطابق جبل سنجار شوي راح أنا مرات إذا أعرف كردي تشيات سنجار مع الجبل والمقاطعة اللذين ورد اسمهما في نصوص العصر الآشوري الحديث بصيغة سنجارة وانطلاقا من حقيقة أن تلك المقاطعة لم يظهر في نصوص العصر الآشوري الوسيط، فإن البحث هنا يهدف إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل كان لجبل سنجار اسم مختلف خلال العصر الآشوري الحديث؟ وإن كان الجواب نعم، فما هو ذلك الاسم وأية أهمية كان عليها هذا الجبل الذي كانت هذه المدينة معروفة في المصادر الكلاسيكية أي اليونانية والرومانية باعتبارها قاعدة رومانية. سنأتي على الآثار التي وجدناها في سنجار من الفترة الهندستية اللي هي 4 كتابات يونانية، وكذلك أعمدة، يعني هاي الأعمدة مال العمود أو تاج العمود، باعتبارها قاعدة رومانية مهمة راح يتصارعون بعدين عليها الساسانيين والبيزنطيين. ثم حصون لاينز بلاد الرافدين منذ أيام الإمبراطور تراجان حتى عام 364 ميلادية، حينما تركها الإمبراطور جوفيان لتقع في قبضة الفرس الساسانيين في عهد سابور الثاني. يربط ياقوت الحموي استنادا إلى مصادر أقدم ما بين الاسم العربي للمدينة، في الحقيقة مو اسم عربي لأنه هذا ورد في النصوص الآشورية سنجار مع الاسم القديم سنجارة. لم يظهر الاسم القديم سنجارة في النصوص المسمارية قبل العصر الآشوري الحديث الذي جاءتنا به منه 3 وثائق تتعلق ببساتين. البساتين ترجموها للي ما باخ يمكن بوكشة. تمام. بساتين 3 ووثائق تتعلق ببساتين في منطقة سنجار، وهذه الوثائق ال3 مؤرخة جميعها بطريقة اللمو، وهي طريقة تقويم آشورية إلى عام 660 قبل الميلاد خلال عهد آشور بانيبال. وعلى الرغم من أن ديفيد أوتس لم يلاحظ ما ينم عن وجود تل مهم. طبعا ديفيد أوتس أجرى مسوحات سيرفي يعني في سنجار في الخمسينيات، لم يتأكد عن وجود تل مهم في المدينة الحديثة، فإنه يترك الباب مفتوحا أمام احتمال وجود مستوطن قديم قامت فوقه مجموعة من البيوت في الطرف الشرقي من المدينة. وعلى أي حال فإن استمرار اسم المدينة عبر جميع العصور التي تلت العصر الآشوري الحديث يقدم لنا سبيلا معقولا جدا لمطابقة سنجار القديمة مع مدينة سنجار الحالية. نأتي إلى عوامل التسمية. لماذا سميت سنجار بهذه التسمية؟ كثيرا طبعا سيتداولها العرب والسريان والكرد. التسمية جاء في معجم ياقوت الحموي معجم البلدان في تأصيل اسم سنجار رواية أسطورية، يعني دائما نميل إلى الأساطير. يقولون أن سفينة نوح عليه السلام لما مرت به نطحته فقال نوح هذا سن جار علينا فسمي سنجار. طبعا هذا مو مقبول، هذا أسطورة، يعني كانت في العصور الوسطى مقبولة لكن اليوم لا يمكننا أن نقبلها. لكن يقول وهو يريد هذه الرواية ما يلبث أن يتحفظ على هذا التخريج، يعني حتى هو في العصور الوسطى يتحفظ، يبدو أنه كان عقلاني، إذ يردف بعد إراده الرواية قائلا ولست أحقق هذا والله أعلم.